السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهي في الغربة اتعرفت على زميل جوزها وحصلت بينهم هما الاتنين حكاية كبيرة قوي. تعالوا نعرف القصة كلها من الأول. هي عندها 28 سنة، اسمها يسرى، اتجوزت من واحد اسمه محمود عنده 32 سنة، يعني الفرق بينهم مش كبير، ده هو 4 سنين. ومحمود ده صيدلي ويعتبر كمان قريبها. في يوم من الأيام جاله عقد إن هو يشتغل في إحدى الدول العربية، خد بعضه وسافر وخدها معاه. تمام، شكرا مشكور إن هو خدها معاه، ما سابهاش هنا عشان خاطر ما تقولش إن جوزي سايبني وجوزي ما بينزلش شهر في السنة. المهم هو خدها معاه وبقت مقيمة معاه في البلد اللي هو سافر فيها. الراجل هنا بيخرج الصبح من البيت الساعة 9، يرجع على آخر النهار، يعني شغال في صيدلية. فاللي حصل هنا ان هي طلبت منه ان هي تنزل معاه، ان هي تقف معاه حتى في الصيدلية، ولكن هو قال لها لا، ما ينفعش، خليكي قاعدة في البيت مستتتة وزي الفل، وانا اصرف عليكي وملكيش دعوة باي حاجة، وما كانش معوزها اي حاجة. ولكن هو هنا في يوم من الايام اتعرف على واحد اسمه ياسر، وحصل بينهم هما الاتنين، هو وياسر، يعني صداقة شديدة قوي هما الاتنين. وبدأ من كتر الصداقة اللي هما فيها هما الاتنين، الغلطة اللي حصلت هنا ان هو جابه عنده البيت، ان هو بقى يجيبه عنده البيت، يعزمه مرة على الغداء، يعزمه مرة على العشاء، ويعرفه على مراته للأسف، وقعدت معاهم. وهنا بيحصل ويبدأ الغلط. المهم هو هنا في يوم من الأيام اللي هو الزوج اتصل بيه والدته وقالت له أبوك تعبان، تعالى عشان خاطر تشوفه. فطبعا هو هنا عمل إيه؟ خد أجازة من الشغل 10 أيام، وقال لمراته أنا هنزل عشان خاطر أشوف أبويا تعبان. قالت له طب أجي معاك؟ قال لها لا، خليكي عشان خاطر مصاريف السفر والطيران والتذاكر وبتاع. لا لا، خليك انت زي ما انت، هو ان شاء الله 10 ايام وانا راجع، انا واخد اجازه 10 ايام. وخد بعضه وسافر. وقبل ما يسافر قال لها لو عوزت اي حاجه انا قايل لياسر ياخد باله منك. اللي هو مين؟ اللي هو صاحبه. وهنا ياسر راح وصله المطار، وبعد ما رجع اتصل بيها قال له حضرتك عايزه اي حاجه من عينيا ليكي، انا وصلته المطار وان شاء الله يرجع بالسلامه. لا شكرا وتمام ومية مية. شويه بتقول لك ما فيش ساعتين اتصل بيها، قعد يكلمها في التليفون، واتكلموا هما الاتنين في التليفون. تمام. ويعني عن الصيدليه وعن الشغل وكلام من ده وكده، وعادي تمام. آه، يومين ثلاثة كده هي بدأت إن هي إيه، يعني حست بإعياء وتعبانة. فاتصلت بمين؟ بياسر ده، إن هو يجيب لها دواء من الصيدلية، وإن اللي هي الوعكة اللي هي فيها. تمام. وبدأ إن هو يجيب لها الدواء وراح لها البيت وقعد معاها، وقعدوا الاتنين مع بعض. وتقول لك إن ياسر ده كان بيسمعني كلام جميل قوي وحلو ورومانسية، وكان بيحسسني بأنوثتي، لغاية ما حصل بينهم هما الاتنين علاقة في غياب جوزها. واستمرت العلاقة دي طول ما هو مسافر. يعني هو كان مسافر 10 أيام، هي في اليوم التالت هو راح لها، يعني قعدوا أسبوع هما الاتنين كل يوم والتاني مع بعض. لغاية ما خلاص جوزها جاي. هنا بدأت متضايقة إن جوزها جاي، جوزها وحشها. لا، ما وحشهاش. ليه؟ علشان خاطر علاقتها باللي اسمه ياسر. ولما رجع جوزها بقى تفكيرها كله في الايه، في البيه التاني. وهو بقى طبعا بقى يلح عليها ان هو عايز يقابلها، وان هو عايز يتقابل معاها عشان خاطر يعملوا العلاقه مع بعض. لكن هي هنا أنبت نفسها وقالت لا، اللي انا عملته ده غلط، وانا لازم ان انا ابعد عنه علشان خاطر علاقتي بجوزي ترجع زي ما كانت. وتقول لك ان انا يعني اصريت ان انا ما اعملش كده تاني، وتوبت لربنا وقلت لا، انا عمري ما هعمل كده تاني، وازاي انا عملت كده. يعني بس نتعلم من واقعة زي دي ايه؟ نتعلم من واقعة زي دي ان صاحبي وصاحبك على القهوة، مش في البيت. ما ينفعش تدخله البيت. ولو دخلته بيتك ما يشوفش مراتك، ما يشوفش حريمك، ما يشوفش محارمك. لا، غلط. لو حبت بس تدخلك الشاي ولا تدخلك اي واجب، تخبط على الباب بس كده، من غير حتى ما تقول الشاي ببقها، من غير ما هو يسمع صوتها حتى وهي بتقول الشاي، يخبط بس كده، والتاني يقوم يفتح وياخد منها الشاي او ياخد منها الغدا. ولكن تدخلي اقعدي، ده زي اخويا، دي زي اختك، ويقعدوا الاتنين. ما كانش هو هيخونك، هي هتخونك. هما الاتنين الشيطان لازم يحبب واحد في التاني، والعياذ بالله. هو ده شغل الشيطان
الشيطان يقول له بص حلوة ازاي وأمورة ازاي وبص جسمها عامل ازاي، يبدأ اللي هو عينه تزوغ ايه عليه. وهي نفس الكلام، ما هو ده شغل الشيطان. هو الشيطان هيستقل يعني من عمله؟ لا، لازم يخلي واحد فيهم يبص للتاني. اه دي بص حلوة، دي بص جميلة، وهي نفس الكلام، ده بص شكله حلو، ده بص ده رومانسي، ده مش بخيل، ده بيسمعني كلام جميل. ولكن هنقول ايه بس، غير لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم جدا، اتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.